ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد ان شاء الله. لو اول مره تشوف القناه، انا اسمي سوسن. لايك وشير وسبسكرايب. النهارده تعالوا نشوف الحلويات دي اتعملت ازاي. شايفه الرز واحده بواحده، والفراخ بتاعتنا زي ما شايفه واخده اللون. بجد بجد وصفه رهيبه. وده الدقوس بتاعنا، ليش هو مش احمر بس يعني مش مشكله. تعالوا نشوف ونقول لكم الحلويات دي اتعملت ازاي. يلا بينا نبدا الفيديو على طول. ادي كده يا ستي الكل، غليت الميه معايا ونضفت الفراخ بتاعي. هحط ونطلع الريمه وبعد كده نحط البهارات بتاعتنا. ادي كده يا ستي الكل، بعد ما شلنا الريمه هحط واحده لومي. لو عندكم اللومي الاصفر حطوه، انا ما عنديش. لما امشي اشتري دي بصله حطيت فيها القرنفل، قطعتها نص كده، وفلفل صحيح، قرفه، وورق لوري، وحبهان. نخليها كده، نحط النار ونخليها لغايه لما تستوي ونشوف بعد كده هنعملها. بعدين هحط الملح، اخليها شويه كده واحط الملح بعد. هنا يا ستي الكل الفراخ بتاعنا طاب. نحط زيت نباتي او زيتون ومعلقه كبيره من السمنه. ننزل معانا بصله انا قطعتها على ايدي صغير كده. بعد كده ننزل واحده لومي، وننزل رشة من الجنزبيل البودرة وحبهان، ونقلب كل حاجة ننزلها نقلبها. بعد كده أنا قطعت فلفل أخضر وفلفل ألوان ننزله، ودي بشرت جزراية بعدين هنحطها. ننزل دلوقتي الفلفل الأحمر والأخضر ونقلبهم كده حلو، وإضافة بهارات الكبسة نص ملعقة صغيرة، وبعدين هنزيد تاني نقلبها برضو. وأنا عملت طماطم في الكبة أو بشرتها، نضيف الطماطم ومعلقة كبيرة من الصلصة أو معجون الطماطم، ونوطي النار ونغطيها لغاية لما تتسبك كده الحاجات الحلوة دي مع بعض. هنا هضيف نص باقي بهارات الكبسة. أنا بتاعتي مالحة، فخلي بالكم من الملح، والشوربة برضو فيها ملح فخلي بالنا. نقلبها الطماطم اتسبكت معانا. بعد كده نحط الجزر ونخليه يدبل شوية. وأنا ناقعة الرز من قبل ما أبتدي في الكبسة بتاعتي، خليها كده شوية يدبل. هنا يا ست الكل انا حطيت ربع ملعقه من بهارات الكبسه تاني. تمام كده خلاص. نضيف الشوربه بتاعتنا، وانا صفيت الرز بتاعي. ممكن بعد ما نحط الرز، شوف الملح، ظبط الملح، نحط الرز. هنا دوق الملح، شايفه كده مظبوط، ملحه كويس. بس نغطيها لغايه لما يستوي. ادي كده يا ست الكل، بعد ما الفراخ بتاعتنا استوت معانا، عايزين نحمرها في الفرن او في الاير فراير. عندك كل الشويسز، الاختيارات اللي انت تعملي فيها. عايزين كده يعني اقل من ملعقه صغيره من بهارات الكبسه، وزيت نباتي او زيتون، وده لون زعفران. هنحط كده الزيت بتاعنا في بوله كده عشان كله نعمله. ممكن هنا يا ستي الكل تحطي ملح، بس انا بهاراتي فيها ملح اصلا فمش هحط ملح. ولو ما عندكمش اللون الزعفران ممكن تحطي كركم. ست الكل معانا الصينيه اللي هتخش معانا في الفرن بتاعتنا الحين كده. ادي كده يا ست الكل هحطها في الفرن بتاعتي، وبعد كده نشوف هنعملها ايه. رايك كده يا ست الكل؟ حمرنا الفراخ بتاعتنا. انا عملتها لوز كده. نحط طبعا فوق كده مكسرات. انا حمصتهم في حتة زبدة، وده زبيب برضو حمصته في حتة زبدة كده. وعملت سلطة دقوس. يلا ندوق كده مع بعض. ما اقولكيش يا ست الكل، فظيع. لازم تجربي الكبسة دي على طريقة ام سامر، الله يبارك فيها. شفت الوصفة وقلت اجربها. دي كبسة سورية، عشان لو اخواتنا السعوديين على راسنا ما يقولوليش دي كبسة مش سعودي. هي مش سعودي، كبسة سورية. طريقة حلوة وسهلة وخطيرة، لو عملتيها على طول هتعمليها وهتدمنيها. فده كان الفيديو بتاعنا يا ستي الكل. لو عجبتك الوصفة اتمنى ان انت تجربيها وتكتبي لي كومنت حلو لو انت جربتي اي وصفة من الاكلات بتاعتي ولا لا. لغاية لما نلتقي في فيديو جديد ان شاء الله.